انا نفسي اعرف انت رافض ليه الجوازه ديت؟ هي عندها 45 وانا عندي 27. يا ابني 45 سنه ايه يا حبيبي انت؟ انا عايز حاجه صغيره على قدك كده. بابا مش ماما عندها 45 سنه وانت متجوزها؟ ما هو سن كويس اهوت. صح يا ابني. يا حبيبي امك انا لما خدتها كان عندها 20 سنه. ما هي يا بابا انا بحب الجاهز، لكن هتفضل معايا من 20 سنه ل 45 سنه هزهق منها. مش انت زهقت من امي؟ بصراحه زهقت يعني. شفت بقى، انا بحب اخد جاهز عشان ما ازهقش. يا ابن اللذينه. آه. طيب يا ابني انا عايز افرح بيك برضه واشوف عيالك وكده. مش انت كان نفسك تفرح بعيالي؟ والله يا ابني. عندها 4 عيال. حبيبي انا عايز عيالك بمجهودك انت. مجهودي انا؟ بابا هو انت عايز ترهقني وخلاص؟ ما هو عيال وخلاص يا بابا، عيالي وعيالها واحد. والله انا عرفت اخلف صحيح. بابا أيوة. من الاخر كده انا بحب ام عمر. ام عمر؟ اه يعني ام عمر دي هتبقى مراتك؟ ايوه ام عمر. اقول للناس انا عازمكم على فرح ابني بام عمر. يا يوسف مش كده يا يوسف. يوسف يا عقل يا يوسف، ربنا يهديك يا يوسف. بابا انت ما شفتهاش؟ ما شاء الله عليها زي القمر. وبعدين تحس ان هي مش 45، تحس ان هي 15 سنه. بجد والله؟ والله العظيم. والله انا كنت بدور على النوع دوت. ليك حبيبي يا يوسف. طيب ايه رايك يا بابا، هي موافق ولا لا؟ بصراحه يا يوسف لا. الظاهر يا بابا ان انا كده هنتجوز انا وام عمر ونشغل اغنيه زكريا خليفه اللي هي بتقول لك تيجي نتجوز بالسر، اهلي واهلك ما يدرون، تيجي ناخد بيت بعيد ونخلف بيبي صغيرون. بس انا ما اعرفش الموضوع ده عشان اهلك انت مدرون، يبقى المفروض انا مدرون اكيد. طالما انا مدرون بقى عن اذنك بقى يا يوسف عشان انا همشي. ماشي يا يوسف؟ ده تكميله يا يوسف. وسع يا اخي. كده خلصنا البيت.